دماغين رأيه. شغالين. خصوصا ان انتوا مش ممثلين، بالعكس راجل مفكر وواحده فنانه، فانت بالعكس انت ممكن تبقى انت رمانة الميزان بالنسبه لها. ده حقيقي. طبعا وكذلك هي برضو في كتاباتك، يعني هي باخد تقييمها رأيها ليك طبعا تفتح لك افاق مختلفه عن الشخصيات وعن طبعا بيسألني طبعا انا طبعا. شايف ان ده بالعكس بالانس كويس جدا طبعا جدا طبعا جدا. الحمد طبعا لله. وده متحقق عكس الحمد لو انت لله. الممثل اللي هي كاتبها، يعني الموضوع كان هيبقى فضيحه بقى. كنا هنقعد مع بعض خالص. مش طيب هنتقابل احنا عايزين بقى كتير. ندخل جوه الحياه، جوه البيت بتاعكم كده شويه. احنا دي فضايح يعني. انتوا متجوزين بقالكم حلقة 10 دسمة سنين. كده. متجوزين بقالكم 10 سنين تقريبا او 11 سنه، وعندكم بنوته ربنا ما شاء يخليها الله، ربنا لكم. يحميها. جاب لك هديه عيد الام ولا لسه؟ لا لسه. لا لسه. هتجيب لها بكرة ولا بقى ايه؟ واحنا- اي ما احنا النهارده خلاص هنقول ازاي. ما تقولش يا جماعه. انا جاي اهدي النفوس هو- والله يا جماعه بس. هو برضو يعني تاريخ عيد الام ده تاريخ يعني اللي هو ايه، اول مره اقول لمروه انا بحبك. ارتبطنا. فعلا؟ كان يوم 21 الله. لا والله. منقي. الله اكبر عشان يعني. يبقوا لا اللي هو مش يهمه بينقي، ناس هو بيوفر ايه عشان المناسبات تبقى مناسبه برضه. ايه يا مروه خليكي معايا لا على والله هي الخط. جت هي جت صدفه تلاقيش ساعتها. باخد حاجه. طب ايه الجديد بسرعه بس عشان احنا الوقت سرقنا انتوا بسرعه، الله ما لحقناش يخليك. نعمل فضايح. ايه الجديد بتاعك؟ انا بعمل مسلسل لشاهد بطولة ماجد الكدواني واخراج احمد الجندي. حلو اسمه موضوع عائلي، ده اللي انا بعمله دلوقتي الله، يعني. انا بحب الحاجات العائليه. اه لا والله فعلا، يعني انا والدي الله يرحمه طبعا الله يرحمه السيناريست، طبعا اسطوره كان يقول طبعاً. لي اكتر حاجه توصل يرحمه. للناس الاجتماعيات. طبعاً. الاجتماعيات تقدر تتكلم في كل حاجه في الدنيا، صح. طبعا ومن غير ما تخبط في حاجه ولا تعمل حاجه، انت بتتكلم في كاركترات وانماط حياتيه صحيح بتطلع صادقه منك، بتوصل للناس. صحيح بالظبط. صحيح صحيح 100%. طيب لا، انا بصراحة. احنا للاسف عشان طب الوقت لسه الست برضه. معلش انا لا اسفه. هنقعد اتفضلي. بقى، مش هيمشي، مش هنقفل حاجه. مروه طيب الجديد عندك. انا ان شاء الله في طالعه ضيفه شرف في مسلسل بنت السلطان، بطوله روجينا واخراج استاذ احمد استاذ شفيق. احمد شفيق ده بس طالعه دور مفاجاه يعني مش هقوله، بس حلو. هو حاجه كده حلو. تحدي ليا للتمثيل. اه وبصور دلوقتي في حرير مخملي مع احمد حسن ده، بس ده بعد رمضان ان شاء ما الله. شاء الله. ان شاء لا